هو ليه التريلا دي فرملت كده بالرغم من ان السواق ما دس على الفرامل اصلا؟ خليني اقول لك ان السبب هنا هو نظام الاوتوماتيك ايمرجنسي بريكنج او نظام فرمله الطوارئ التلقائيه. ودي فرمله الهدف منها انها بتساعد السواق في حاله لو ظهر قدامه اي حاجه على الطريق في لحظه هو ما كانش مركز فيها، فالفرامل دي بتقدر تستجيب بتلقائيه حتى لو ما ضغطش على الفرامل. والنظام ده بيكون معتمد على الحساسات والكاميرا اللي موجوده قدام، فبتكون مراقبه الطريق عشان تستجيب بسرعه في حاله لو ظهر اي حاجه مفاجاه قدام التريلا. بس هل النظام ده كويس فعلا؟ خليني اقول لك ان فعلا هو نظام كويس جدا وبيساعد السواق بشكل كبير لو انتباهه غفل للحظه وظهر في الوقت ده اي حاجه قدام التريلا فممكن تلحق تفرمل. كمان نظام الاوتوماتيك ايمرجنسي بريكنج ده مش بيشتغل فجاه، لانه لما بيظهر اي حاجه قدام التريلا على بعد مسافه بيبدا النظام يبعت تنبيه للسواق ان في حاجه غريبه على بعد. لو السواق ما استجابش للتنبيه ده بيبدا النظام يهدي العربيه واحده واحده، ولو السواق ما استجابش برضه والتريلا خلاص قربت من الجسم الغريب ده بتبدا ان هي تفرمل فرمله قويه توقف التريلا بيها قبل ما تخبط الجسم ده. والنظام ده ظهر في شاحنات من زمان، بس من اول 2020 بدا ينزل في معظم الشاحنات كنظام امان للسواق والشاحنه. طب هل ممكن تعتمد على النظام ده 100%؟ خليني اقول لك الصراحه لا، لان النظام ده مش بالكفاءه اللي انت متخيلها، عشان بيكون ليه اخطاء. لو مثلا كانت الحساسات عليها تراب او لو ظهر قدام التريلا ظل كوبري او شبوره بيبدا النظام ده يشتغل ويفرمل التريلا باعتبار ان ده جسم غريب. عشان كده في ناس بتلغي الكاميرا دي، فالافضل انك ما تلغيش الكاميرا، ولكن برضه ما تعتمدش على النظام ده بنسبه 100%، لانه في الاول والاخر هو نظام طوارئ هدفه انه يساعدك مش تعتمد عليه.